شوف قيام الليل بيعمل ايه. موقف ده جماعه موقف شخصي معي انا، ما قراتوش في كتب. والدي رحمه الله عز وجل عليه ما كانش ملتحي. انا نفسي ان هو ايه، بس انا مش قادر اكلمه، مش قادر. يعني انا اقول لك ايه، انا يعني حته منه من والدي يعني انا لو جيت اقيس بيني وبين والدي حاجه كبيره جدا. انا اقعد معاه واقول له يا ابي واكلمه في مش قادر بالفعل. انتوا حاسين بيا؟ والله ما قادر اكلمه عن اللحيه. فما وجدت الا الليل. وخلي بالك ناشئه الليل، بعض الناس مفكر ان قيام الليل صلاه بس، والله ما حصل. ده اي عمل ينشأ في الليل يعد قياما لليل غير الصلاه. يعني مش لازم ان انت تقوم تصلي، لا، ممكن تقوم والمستغفرين بالاسحار. هو ربنا قال والمستغفرين المصلين بالاسحار؟ لا، المستغفرين بالاسحار. ممكن تقوم تقرا القران بالليل من غير ما تصلي. ممكن، المهم يعني عبادات كتير. الايه؟ والله يا اخوه، والله ربنا يحاسبنا على الكلام ده. انتوا هتتعجبوا جدا بس ربنا يحاسبنا عليه. والله انا قمت بالليل، مش هقول لك بقى قمت بالليل بساعتين ثلاثه، والله ما حصل. ده هو انا قمت قبل الفجر بربع ساعه، ب 15 دقيقه. انا اتوضيت كده وصليت ركعتين وسجدت كده بكلم ربنا، يعني بقول له يا من تنزه عن الشريك ذاته، يا من تقدست عن مشابهة الأغيار صفاته، يا من أنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف، أنت معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، أنت الواحد لا من قلة وأنت الحي لا من علة، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، كل شيء قائم بك، كل شيء خاضع لك، يا عز كل ذليل، يا قوة كل ضعيف، يا غنى كل فقير، يا مفزع كل ملهوف، من تكلم سمعت نطقه ومن سكت علمت سره. وانا بقول ايه؟ هو انا دعيت ربنا لسه؟ امال بعمل ايه؟ انت عارف عمرك شفت واحد شحات داخل على واحد ثري وقام عامل له ازاي؟ يلا طلع لي 1000 جنيه من الدرج، خلينا امشي انا مش فاضي. يخش يقول له كده؟ امال بيخش يعمل ايه؟ يقول له ده خير حضرتك مغرقنا، والله ده احنا عايشين في خيرك والله يا باشا، والله العظيم ده شخبطة اولاد سعادتك تخطيط لمستقبل الامه. ويقعد ايه ينفخ فيه ويمدح فيه، وبعد كده يقول له ايه؟ حاجه لله ولله المثل الاعلى. اثنى على ربك، عليك بالثناء مع رب العالمين بقدر استطاع، مش لازم تقول لي ان انا قلته ده خلاص. وبعد كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قمت قايل لربنا ايه؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، قلت له يا رب انا نفسي اشوف ابويا زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش عارف اقول له ايه. يا رب انا اعلم وعارف كويس جدا ان قلب والدي بين اصبعين من اصابعك. يا رب اسالك باسمائك الحسنى يا رب العالمين ان تخلي والدي يلتحي. والله العظيم زي ما بقول لك كده. المهم انا خرجت خلصت الدعاء. ليه خلصت الدعاء؟ ليه؟ سمعت اذان الفجر. يعني بقول لك اللحظات اللي قبل الفجر نزلت اصلي الفجر وطلعت نمت زي الخشبه. نمت، بص غطيت في النوم. والدي رحمه الله، شوف بقى هقول عادي، يعني والدي رحمه الله كان متزوجا امرأتين. في اليوم ده هو كان عند زوجته الثانيه، وزوجته الثانيه دي انا اقول لوالدتي انا رايح ابات هناك يا امي، تقول لي اتفضل يا احمد. اول ما اخش عليها البيت اقبل قدمها من تحت. زوجة والدي الثانيه دي قوامه صوامه، بحبها جدا، رحمه الله عليه. ماتت ووالدي مات. المهم في اليوم ده اصلا ابويا ما ينفعش يجي. انا نايم بقول لك، بعد ما دعيت الدعوتين وصليت الفجر وطلعت نمت خلاص. والله هذا حدث. لقيت والدي نزل من هناك من البيت، مش هقول لك بقى كان معانا في البيت، لا، وهو اصلا ميعاده ان هو ما يجيش الوقت. نزل من بيته وقام جاي عند والدتي، خبط عليها، دخل، طلع لي على السرير وصحاني الصبح. مش هقول لك مثلا بعدها 3-4 شهور، وبيبص لي، فانا بقوم ببص له. قال لي ما ينفعش. قال لي ايه؟ قال لي ما ينفعش. فالمهم انا قايم مش فايق بقى، انا بحلم. ابي حضرتك عندنا؟ قال لي ايوه ما ينفعش. فالمهم انا خلاص انا في اليقظه، قلت له خير يا ابي، في مشكله؟ انا هقول لكم والله بنص الكلام اللي قاله. قال لي ما ينفعش ان الشيخ احمد العزبي يبقى ملتحي وابوه مش ملتحي. والله العظيم هذا حدث. تاني يوم الصبح على طول
لذلك انا بقول لك انا متردد احكي، بس بص. تدعي لنا يا شيخ. والله ثم والله انا متردد جدا، بس انا لما احكي لكم حاجه انا عشتها بكياني وربنا يحاسبني على الكلام ده. انت عارف لما والدي مات رحمه الله، انت عارف لما التحى عشت جنه الدنيا معه. يا سلام، كنت كأن ربنا سبحانه وتعالى بيديني درس عملي. في واحد انت مش عارف تكلمه، قوم ادعي بالليل وانا اهديهولك. الهدايه من الله سبحانه وتعالى. والله لن تستطيع، والله انت لا تملك الهدايه لنفسك. شوف ابني براء مش عارف هو راح فين. انا لا املك الهدايه لابني، لا املكها. من الذي يملكها؟ رب العالمين، فعليك به جل في علاه. المهم، وانا لما والدي رحمه الله توفاه الله مات ليله الجمعه. سبحان الله العظيم، كان في جنازه وصلى العصر ومشى في الجنازه ورجع، صلى المغرب ومشى في الجنازه ورجع، وقعد في البيت كده وبيقول والدتي مش عارف هاتي لي ايه كده. المهم راحت جابت له، رجعت لقيته مات كده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه. وانا بغسله بخلل الميه من لحيته، في لحيته هو ميت كده على خشبه الغسل، فانا جايب الميه عمال ايه اغسل له لحيته. وانا بغسل له لحيته افتكرت ايه؟ افتكرت الموقف بتاع بالليل، ان انا قمت اطلب من رب العالمين، يا رب يا رب، في الليل يا رب انا مش عارف اكلم ابويا، مش عارف اقول له كلمتين على بعض، يا رب قلبه بين اصبعين من اصابعك، فالله عز وجل قد هداه. فالانسان يا جماعه لا يترك الليل ابدا.